إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. حوار العقل. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستمرت للموحي الحكام. حوار العقل برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم معنا في هذا اللقاء الذي يسرنا أن يكون معنا فيه الأستاذ الدكتور محمد داود، أستاذ الدراسات اللغوية والإسلامية بجامعة قناة السويس. أهلا وسهلا ومرحبا دكتور محمد. أهلا ومرحبا. دكتور محمد، في حلقتنا الماضية أشرتم إلى أن العظماء من الناس هم الذين تكال لهم الاتهامات دائما للانتقاص من قدرهم أو محاولة الانتقاص من قدرهم ومكانتهم، أما الذين لا يؤبه لهم ولا يهتم الناس بأمرهم فلا ينظر إليهم أحد. ومن هذا المنطلق أشرتم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعظم ولد آدم، كما أخبر بنفسه عن نفسه عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وبالتالي لا بد أن يحاول المشككون ويحاول مثير الشبهات أن يثيروا بعض الشبهات حول هذه الشخصية العظيمة. أشرتم أيضا إلى أن بعض الماديين الذين لا يؤمنون بإله ولا يؤمنون بخالق يحاولون الطعن في قضية النبوة في ذاتها. إذا كانوا لا يؤمنون بخالق فكيف يؤمنون بنبي يرسله الخالق؟ هؤلاء أشرتم إلى أن هناك دلائل للنبوة تؤكد نبوة الأنبياء، ومن دلائل نبوة رسول الله أشرتم إلى التأييد بالمعجزات سواء كانت حسية أو معنوية، وتوقفنا عند التأييد بالمعجزة المعنوية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين، وبعد. فكما أيد الله نبينا الهادي صلى الله عليه وسلم بالمعجزات الحسية كبقية إخوته الأنبياء، مثل حنين الجزع ونبع الماء من بين أصابعه إلى آخر وتكثير الطعام القليل وغير إلى آخر ذلك، فقد خص الله نبينا صلى الله عليه وسلم بمعجزة متفردة متميزة باقية متجددة أبد الدهر. هذه المعجزة لا تخاطب العين بأن تراها، ولكنها تقرأ بالعقل ويراها العقل. إنها معجزة عقلية معنوية، ألا وهي القرآن الكريم. وعليها قام التحدي. وهذه المعجزة وهي القرآن الكريم معجزة عقلية ترشد العقل وترقى به، وتعظم من دور العقل فتحتكم إليه، وتجعل العقل أساس التكليف. نعم. هذه هي العظمة. ولذلك القرآن خطاب للعقل. نعم. والعقل هو أساس التكليف وهو المكلف. والقرآن معجزة عقلية يقوم إدراكها على التفكير والتدبر والفهم والعلم، ومحاربة التقليد الأعمى أو التسليم لتبعية الهوى. نقول ذلك لماذا؟ لأن بعض الناس يقول أنا معياري العقل والعلم. نعم. ونحن نقول له نحن معك. نعم. نحتكم معا إلى هذا المعيار. وهل تعلم أن القرآن الكريم معجزة عقلية تخاطب العقل، ترقى به، تجعل العقل هو أساس التكليف. إدراكها يكون على التفكير والتدبر والفهم والعلم، تحارب العشوائية، تحارب الخرافة. كل هذا
يعني يكون في هذه المعجزة في القرآن الكريم. ولذلك يعني أنت تجد في الخطاب القرآني أولي الألباب، أفلا تعقلون، يتفكرون، يعقلون، يتدبرون. يعني مجال دلالي كامل يقوم لكلمات الإدراك والفهم والوعي لخطاب العقل في القرآن الكريم. من ذلك قول الله عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. انظر، هذا خطاب للعقل. الله سبحانه وتعالى هو الذي قال: إن في ذلك، بعد ذكر يعني الأرض وما فيها من رواسي وأنهار، يقول في نهاية الآية: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وهذا خطاب للعقل. وكما ختم الآيات بنهايات تثير الفهم والعقل لأن يتدبر بداية الآية وسياق الآية، فقد جاء في بداية الآية إثارة للعقل فيقول: أفلا يتدبرون القرآن؟ نعم. الله سبحانه وتعالى حين يذكر النجوم وظلمات البر والبحر وما إلى ذلك يقول في نهاية الآية: قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. نعم. وحين أوصانا بالخير قال: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحين ذكر يعني شأن السماوات والأرض وما بهما من آيات فيها دلالة على عظمة الخالق وقدرة الخالق، قال: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات، لكن لمن؟ لأولي الألباب. هذا كله من هنا يتأكد يا أخي الكريم أن التعامل مع هذه المعجزة العقلية ينبغي أن يكون على مستوى الرشد والوعي المناسب بها. والقرآن معجزة عقلية لها الخلود لدوام تأثيرها في العقل على مر العصور. أيضا هذه المعجزة استودع الله فيها من حقائق العلم ما يخاطب به أهل العلم في كل زمن وفي كل مكان وفي كل عصر. ولعله هناك معجزة واضحة في هذا نفسه دكتور محمد. نعم. هو مخاطبة كل العقول على اختلافها وتباينها. نعم. والكل يدرك والكل يفهم والكل يستوعب ويأخذ من القرآن شيئا يفيده. نعم. يعني نجد الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب يستمع القرآن فيفهم ويفهم فهما خاصا ويستوعب، ونجد الأستاذ الجامعي المتخصص يستمع فيفهم ويعي أشياء أخرى. الفضاء الدلالي للكلمة القرآنية من سعته يتسع ليشمل هذا ويستوعب ذاك، وفي هذه عظمة ليس بعدها عظمة. نعم. ومن هنا نقول إن الوعي بأساليب القرآن في صياغة الأمة صياغة حضارية وهو الذي يثير الانتباه. فنقول لهؤلاء: هذا هو القرآن. نعم. مع العقل، خطاب للعقل يرقى به ويجعله أساس التكليف. فأين أنتم من القرآن؟ نعم. إخوة الإيمان والإسلام، في ختام هذه الحلقة نتقدم بالشكر للأستاذ الدكتور محمد داود، الأستاذ بجامعة قناة السويس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حكمة الله أحكمت كل أمر فاستنارت لروحها الحكام. حوار العقل، برنامج يعده ويقدمه أحمد عبد الظاهر.